السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا حلوين يا عسلاتي قشطات يا احلى ستات؟ هعمل ايه؟ عندي كمية غسيل اول مرة تبقى عندي كده. بصوا، طلعت كل الغسيل اللي حطيته. طبعا كنت حاطه في الغسالة وبعدين طلعته من الغسالة حطيته في المجفف، وقلت اطبقهم بقى معاكم. وكمان غسلت هدوم المدرسة بتاعت ولادي وغسلت لهم كل حاجة، ونظفت لهم الشنط واللانش بوكس والترنجات بتاعتهم الرياضية بتاعت المدرسة، وكمان الكوتشيهات وكده. يعني ده اللبس بتاع المدرسة اهو، هرصه لهم كده على جنب. حاولي وانتي كمان بتنظمي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وانتي بتطبقي الغسيل حاولي علشان تنجزي وما تحسيش بملل. الحاجة اللي هتتعلق هتسيبيها تتعلق، والحاجة اللي هتطبق تتطبق، والغيارات الداخلية هتلميها على جنب كده تطبقيها وتحطيها في مكانها. يعني انا عندي حاطة بوكسات كده في الحمام، وبطبق كل غيار داخلي في بعضه وبحطه، بيبقى سهل اللي يدخل يستحمى يلبس جوه في الحمام واطلعه علشان ولادي. يعني ايه، بعودتهم على كده. فوط تطبقيها برضو زي كده. بشكير تطبقيه وتحطيه برضو على جنب حسب تطبيقتك انتي اللي انتي بتحبيها. عيشي حياتك ببساطة، حبي حياتك وارضي عنها، هتلاقي كل حاجة سهلة وجميلة معاكي. احنا لازم نحب حياتنا زي ما هي، قليلة بسيطة غنية متوسطة زي ما ربنا بيدينا نعمل. انا بحب احط كل بيجامة ببنطلونها. يعني بصوا، هرجع اعدله واحط كل بيجامة احط بنطلونها فيها وبرصها على كده، فبيبقى لما باجي اسحب الهدوم بتبقى سهله بالنسبه لي صراحه. وبشد الترنج كله او البيجامه كلها، بتبقى في قلب بعضها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اجبروا بخاطري جبر الخواطر على الله. انا فاتحه القناه دي مصدر رزق لولادي، فياريت تدعموني او يعني لايك من عندكم او اشتراك، هتبقوا جبرتوا بخاطري. فيا رب ربنا يرزقكم ويرزق كل واحد نفسه في شقه، في مال، في عيال، في ذريه صالحه يا رب، اللهم امين. ووفقنا كلنا في حياتنا. انا ده كان يوم الجمعه، فعلى ما جوزي راح صحي بدري وراح يصلي الجمعه وكده، كانوا ولادي لسه نايمين، كنت هصحيهم يعني، فصحيت بدري قلت اروق الاوضه دي بسرعه. لميت بقى الدنيا كده كلها، ولميت الفرش والسجاده. انا بحط فوق السجاده الصراحه الفرشه اللي انتوا شفتوها دي علشان احاول احافظ على السجاده، اي حاجه وقعت اي حاجه اتدلقت حتى لما بناكل وكده وولادي بيوقعوا حاجات عليها، بشيل الفرشه هي بس وبنفضها وارجعها تاني على السجاده. فالصراحه بتحافظ لي عليها يعني، علشان ما احطش حافظه وسجاده. يعني هي حاجه واحده، اما بحط حافظه اما بحط السجاده بس. بحط فوقيهم الفرشه اللي انتوا شفتوها دي علشان تحافظ لي على السجاده. فاي ست مصريه جميله كده حلوه اصيله عايزه تحافظ على السجاده، ان انتي مش كل شويه تكنسي او مش كل شويه. انا يعني علشان مش عندي مكنسه، فبحاول بقدر الامكان ان انا اعمل حاجه تسهل لي الدنيا يعني. بعمل اللي انا بقول لكم عليه ده، بحط فرشه فوق السجاده. فاي واحده حلوه كده اموره كتكوته ما عندهاش مكنسه زيي، تحطي فرشه على السجاده زي كده. عارفين لو ملايه اصلا يعني مش محتاجاها انتي ورمياها او ركناها عندك، طلعيها وحطيها على السجاده في وقت ما هتاكلي، في وقت ما هتشربي، في وقت ما عيالك بيلعبوا هيوسخوا الدنيا عليها كده، وتروحي لماها ومنفضاها. الركن ده بقى بصوا كان مكركب كركبه السنين. عيالي كل لما يلاقوا اي حاجه يحطوها. دي شاشه كمبيوتر كانت عندي وللاسف باظت، والكمبيوتر نفسه كمان باظ، فشايلاها الحين يعني ما ربنا ييسر الحال كنا هنجيب كمبيوتر تاني او مفيش. الحمد لله اللهم لك الحمد يعني. فمخليه الشاشه ولادي بيلعبوا بيها. هي كده كده يعتبر ان هي اصلا باظت لان كانت جايبه الوان كده في الشاشه، فنصها بايظ يعني. هنا ده كان عندي كنت جايبه طقم حلل بس من بدري جدا. ده طقم جرانيت بس طقم تحفه وجميل قوي قوي، استعماله تحفه معايا الصراحه.
حتى في الاكل ما بيحرقش اكل، ما بيبوظهوش. بصوا تحسي ان انتي حتى لو معليه النار الدنيا هاديه وانتي بتطبخي، ما بتشعوطش الحاجه كده ولا تحرقها ولا لا. يعني ساعات ببقى حاطه الحاجه على النار مثلا وهحمرها وبغسل حاجه في الحوض ولا كده، عارفه لو حله ألمونيا ولا سيراميك تحسي ان الحاجه في ثانيه بتحروق منك كده وبتتلسع. الحلل دي الصراحه تجربتي معاها ان هي جميله 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 جدا، فاستخدامها كان حلو قوي معايا. لان احنا عارفين الحلل دلوقتي كمان بيبقى فيها المغشوش واللي مش حلو، واللي اول ما بتغسلي تلاقي الطبق اللي فيه طلعت اصلا. فصراحة يعني انا جربت، كنت جايبة الالومنيوم، وكنت جايبة الاستانلس. ما كنتيش تجيبيه حاجة نظيفة 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 يعني ما بيبقاش حلو، وبرضه بيلسع وبيحرق، ما بتعملش فيه كل حاجة. كنت جايبة الحلل اللي هي الصاج دي، برضو للأسف دي ما ينفعش خالص ان انتي تطبخي فيها خالص، ما ينفعش ان انتي تطبخي فيها نهائي. يعني اخرك تعملي فيها شوربة، انا بعمل فيها شوربة الفراخ او اللحمة بسلق فيها، بس اكتر من كده لا. ممكن بقى لو بقى عندي اكلة عاملاها زي حفظات في التلاجة، بحاول استخدم اي حاجة عندي ما برميهاش. بقول حرام دي حاجة خلاص اشتريتها وتقضي الغرض لحد ما ربنا يفرجها واجيب. يعني لازم نكون قلبنا على نفسنا، وطالما معاكي زوج بما يرضي الله يعني ربنا يكرمك ويكرمه، تحاولي تمشي حالك وتيسري حالك، تعيشي على قد حياتك سواء كانت بسيطة او معاكي. برضو بلاش التبذير، مش لازم عشان معايا هروح اجيب حاجات غالية وهجيب حاجات فخمة وكده. كنت بحاول ان ادخل الشاشة هنا بس للأسف يعني هفضل احاول لحد ما هدخلها. يعني بحاول الم الدنيا دي علشان برضو ايه يعني خايفة تتكسر اصلا في مرة الشاشة دي وتعور حد فيهم او يحصل لهم حاجة. اهو الحمد لله هقفلها، شلتها، هرجع بقى الحاجة كده مكانها. لميت الدنيا ولميت اللعب في الكرتونة، خدت كرتونة خلاص. انا اصلا استخدمت الحلل دي بقالها اكتر من 2 معايا الصراحة. كنت جايباها من رمضان اللي فات ده، لأ اللي قبله، يعني بقالها فترة كبيرة جدا معايا الحلل دي. بس انا محافظة على الكرتونة وعلى الكراتين بتاعت الحلل اللي جوه، قلت يعني ممكن استخدمها في حاجة فاخليها كراتينها جميلة زي ما انتوا شايفين كده. فالصراحة ايه شلتها كلها وهي نفعت، يعني جه اليوم اللي نفع فيه. يعني انا كنت جايباها غالية شوية بس كنت جايباها قسط الصراحة، فكنت جايباها هي غالية شوية يعني، فربنا يخلينا القسط. القسط ساعات بينفعنا في حاجات كتير الصراحة. يعني انا في كذا حاجة كده، كذا حاجة في اجهزتي جايباها والله العظيم، والله العظيم بما يرضي الله، مش بكذب عليكم، فعلا جايباها قسط. بس الحمد لله ربنا بيسد ما علينا والدنيا بتمشي، يعني حبة كده وحبة كده الحمد لله. هو طبعا الواحد زمان كان في خير، كان في ستي وستك وامي وامك، اللي هي الحاجات الجميلة دي اللي كانوا فاكرين انتوا المقشات اللي هي اللي تحسيها مش فاكرة كانت اسمها ايه، زعف ولا كان اسمها ايه دي، اللي كانوا بيكنسوا بيها، كانوا بينظفوا بيها، والقلة والحاجات دي. والله العظيم الحاجات دي فعلا فعلا حرفيا وحشتنا. كان جو بيبقى جميل كله بساطة وكله حاجات جميلة. انا ساعات على فكرة لما بزهق والله يعني ببقى نفسي فعلا اعيش في الجو ده، وساعات بهيئ لنفسي. يعني ساعات ممكن عندي الفرن اقوم اقول لا النهارده مش هنشتري عيش، هخبز، هعمل فطير. انا بحاول بقدر الامكان الصراحه. انا مش عشان اليوتيوب ولا التصوير ولا القناه ولا الكلام ده، لا انا فعلا فعلا بحاول ابسط الامور وامشي على قدي. ممكن اعمل يعني لو عندي دقيق بعمل عيش، بعمل العيش على قد الايد كده في البيت. كمان ممكن اعمل الباتون ساليه في البيت لو ولادي نفسهم فيه. بعمل كيكه بالليل مثلا، بعمل كيكه بالشوكولاته، كيكه بالبرتقال، مره بعمل زلابيه، مره بعمل دوناتس، مره حاجات كلها بسيطه. يعني انتي لو عندك اولاد كده وربنا كرمك هتحسي ان هم كل شويه، وبعدين حاجات مفيده من البيت، هتحسي ان هم اي حاجه ممكن تعمليها رايحين جايين عليها كده هتريحك انتي. صينيه كيكه مش هتخسري حاجه يفطروا بيها يتعشوا بيها. الدوناتس ده ممكن تحطي كمان في اللانش بوكس معاهم وهم رايحين المدرسه.
حاجات كتير زي كده، فاهمني؟ يعني تمشي على قد ايدك، مش لازم نقعد نشتري تورت ونشتري حاجات من البيت. حتى التورته الصراحه بعملها في البيت، ده مش بخل ولا اي حاجه والله، لا انا بمشي فعلا حسب امكانياتي. فربنا يفرجها عليا ويفرجها عليكم يا رب، ويرزقنا من حيث لا نعلم ولا نحتسب. فاللهم لك الحمد على كل حال. انا بحمد ربنا ليل ونهار، ولازم ارضى ارضى ارضى. ودايما لما نفسي كده بتزقزق على حاجه كده ولا حاجه كده، يعني ان انا نفسي ربنا يكرمني من وسع، نفسي في شقه ملك، نفسي في حاجه، بقعد اقول اللهم لك الحمد، ارضي يا نفسي، احنا احسن من غيرنا، الحمد لله، اللهم لك الف حمد يا رب. فلازم دايما نفكر ونذكر نفسنا بان احنا فعلا نفتكر ربنا دائما وابدا، ما ننساهوش. عارفين رضا ربنا علينا حاجة جميلة جدا جدا والله العظيم. ربنا تحسي بيبقى جعلك بقى بركة في حياتك، في بيتك، في زوجك، في أولادك، في الأكل اللي بتاكليه. أنا ساعات أقسم بالله يا بنات ببقى مش لاقية اللقمة، وبقول يا رب يا رب انت اللي هترزقني، مفيش حد غيرك هو اللي هيرزقني. وبلاقي ربنا فتح لي باب رزق من عنده كده، معرفش يعني، مش عارفة، بلاقي نفسي كده الحمد لله ربنا بييسر لي الحال، وبلاقي اكل، بلاقي جالي فلوس، جالي اي حاجة من الحاجات دي يعني، فاهميني؟ فالحمد لله لازم نرضى بما قسمه الله لنا يا رب، والحمد لله يا رب على كل حال. همسح بقى السرير. انا الصراحة ما بستغناش عن الفوم ده في اي حاجة. انا ساعات بس كل فترة ممكن بطلع الممسحة كده ايه وامسح بيها، بتديني لمعة الصراحة في الحتت، في حتت معينة كده في الخشب. معلش انا كنت فاصله الصراحه وكنت عايزه انام وانا بمنتج لكم الفيديو، فبيخلي لي حتت كده في الخشب بيبقى فيها طفيان كده، بيلمعها لي الممسحه. وساعات بقى ايه ببقى يعني عايزه انجز وكده، فبنضف بسرعه. نفضت هنا الشباك ومسحته. بس صراحة الفوم ده ما بستغناش عنه في اي حاجة، لان لو في اي اتساخات لازقة في اي حاجة هو بيشيلها لي الصراحة، بينضفها لي جدا جدا. عارفين في المطبخ، في زي ما انتوا شايفين كده، حتى في الخشب، حتى في السراير، في اي حاجة بمسح بيه تحفة. يعني انا جربت كذا حاجة، بس عجبني الفوم ده الصراحة يعني. مسحت كل حاجة، وهمسح الشاشة كمان ونضفتها وهمسح ده. البتاع ده بيضايقني قوي، بس بنضفه قوي وبيبقى جميل كده وبيلمع كمان بالاكتر لما بعمل بالممسحة. الممسحة بتخلي الزوانق اللي هي بتاعت الحتت المزنقة دي كده، لما بتعملي بالممسحة بتخليها تلمع، بتبقى جميلة الصراحة يعني. انتوا عارفين الاماكن اللي هي بتبقى ضيقه قوي دي وما بتجيش معانا غير لما تغسليها، يا اما بقى ايه تشوفي لها صرفه. لا الصراحه الممسحه بتجيب لي اي حاجه، الزوارق دي والحتت الضيقه بتجيبها لي، فبتنفعني. بطلعها في اوقات كده لما بلاقي الدنيا خلاص جابت اخرها، بشغل الممسحه وبمسح بيها. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت كومنت وكلمه كده تجبر الخاطر، وتشجعوني علشان القناة تكبر بيكم يا رب، اللهم امين. ونفسي نفسي نفسي انجح والقناة تنجح بيكم وتكبر، ويبقى لي اخوات يعوضوني الوحدة اللي انا فيها، يحكوا معايا واحكي معاهم ويطلعوا نسأل على بعض، يعني والذين يبيتون لربهم سجدا، نقف جنب بعض. ربنا يكرمنا جميعا يا رب، اللهم امين. فحقيقي نفسي ان القناة تنجح. ساعدوني ان القناة باذن الله تنجح وتكبر بيكو وتبقى حاجة كويسة، وان انتوا تقفوا جنبي. وعمري ما هنسى الجميل ده ابدا لو وقفتوا جنبي والقناة كبرت باذن الله. ما تقولوش ان انا بقول كلام زي غيري، ربنا عالم انا في نيتي ايه فعلا حقيقي. انا ست بسيطة زيكم، ليا حلم زي اي واحدة ما نفسها ليها حلم تحقق وتحقق ذاتها قبل الفلوس كمان. فيا رب يا رب ربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا في حياتنا، اللهم امين. وسرحت بقى معاكم في الكلام اهو، خلاص كنست ونضفت ومسحت. انا بعمل الصراحة علشان مش بعرف اجيب بالشرشوبة الحروف دي بتاعت السيراميك، بعملها بالمقشة الاول
كده، فبتجيب اي تراب وبتلمع بقى. عارفين انتوا الحركه دي؟ والله جميله جدا، ما بتخليش. انا بكنسها الحروف دي بكنسها بالمقشه، بس لما بحط حبه ميه الصراحه في المقشه وبعملها كده بتخليها تلمع وبتبقى جميله. جربي تعملي كده هتبقى حلوه قوي. انا ساعات ممكن ادلق ميه واعمل بالفرشه، بس مش بعمل الحركه دي كتير لان بتبهدل لي الدنيا وبتدخل تحت السرير وكده يعني، فاهمين؟ وانا معايا ولادي يعني بحكمهم بالعافيه ان انا ان انا امسح واروق يعني. بقفل عليهم في اوضه وانا بكون في اوضه، فما بصدق ان انا اخلص، مش هينفع ان انا اعمل ميه ولحوسه كتير كده. خلاص انا خلصت. هرجع بقى هشيل امسح مكان الكراسي وهبقى ارجعها تاني مكانها. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خلوا الدعوة دي دايما على لسانكم، خلوا لسانكم عطر وجميل كده بذكر الله ورطب. لو خليتي قلبك دايما ولسانك رطب بذكر الله، صدقوني حياتكم هتفرق وهتحسوا براحة نفسية، هتحسوا بحاجة جميلة في حياتكم بتتغير. هتحسوا باللسان اللي ممكن يغلط يرجع في كلامه. لما تكوني عايزة تغلطي في حد تتكلمي على حد، لا اذكري الله، قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من قلبك وبثقة. صدقيني ربنا هيغير لك من حال لحال، هيريح قلبك، هيرزقك راحة البال والهدوء وحاجات جميلة جدا جدا. ربنا يبارك في ولادكم يا رب ويبارك في صحتكم، اللهم امين يا رب. الفيديو يكون خفيف وبتحبوني او حبتوني، اكون مقبولة بالنسبة لكم، ما بقاش دم تقيل، ويا رب القناة تكبر بيكم بإذن الله إن شاء الله. أتمنى أكون بقدم حاجة كويسة ليكم حابينها، ولو حابين إن أنا أعمل حاجة جديدة أو أغير من الروتين أو حاجة عرفوني واكتبولي كومنتات. أنا كل اللي بيتفرج على الفيديوهات ما بيكتبليش كومنتات كتير، طبعا بشكر الناس اللي بتكتبلي كومنت جميل زيها، بشكرهم جدا وربنا يكرمهم ويكبر بخاطرهم يا رب. بشكرهم جدا 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 والله على دعمهم ليا وعلى شكرهم يعني على كل حاجة بيقولوها لي وبيدعموني بيها. انا طبعا ما بنساش جميل حد عليا، ودايما هفضل فاكرة كل واحد وقف جنبي. بصوا انا بحب البس الشراب وانا بمسح على السيراميك، لان انا جربت ان انا البس شبشب كذا مره بيزحلقني وبقع حتى لو واقفه برجلي، انما الشراب الصراحه بيريحني جدا وانا بمسح. جربي تلبسي الشراب حتى بيحافظ على رجلك وبيخليها وبيخليها زي القشطه كده، بدل ما رجلينا بتبوظ من المسيح والغسيل والحاجات دي. صدقوني بتفرق جدا حكايه الشراب دي لما اكتشفتها. وبعد ما بتخلصي بقى بتقلعي الشراب ده، وطبعا تدخلي تاخدي شاور كده جميل وتحطي بقى حته فوزلين كده في كعب رجلك او في رجلك كلها، والبسي بقى الشراب. هتحسي باحساس بصي طفولي. عارفين انتوا الرجل الناعمه بتاعه الاطفال دي؟ والله العظيم هتحسوا بيها، بتبقى جميله جدا جدا يعني، بتبقى ناعمه. انت اصلا عماله تعملي في الميه فبتبقى خلاص انت بوشتي الجلد لو في اي جلد ميت او حاجه، فبتبقي خلاص كده الدنيا حلوه. بتعمليها بقى باي حجر كده او حاجه، تنضفيها كويس قوي او مبرد، وبعدين تحطي الفوزلين وتلبسي الشراب وزي الفل. انا كده الحمد لله خلصت. لو وصلت معاكم لحد هنا مسحت الاوضه ونضفت وخلصت كده اهو، اللهم لك الحمد. ما تنسوش بقى تدعموني واللايك المتين المتين المتين، علشان بجد تعبت في الفيديو ده جدا وارتحت جدا وانا بتكلم معاكم. يا ريت تتكلموا معايا وتردوا عليا زي ما بكلمكم، وتدعموني بكومنت جميل زيكم يا ستات يا حلوات يا امارات يا قشطات. هتوحشوني جدا جدا لحد ما انزل لكم فيديو الجاي ان شاء الله. لو عايزين حاجه جديده يا ريت تعرفوني وتقولوا لي. وكده خلاص الأوضة فرشتها وبقت زي ما انتم شايفين، واشوفكم فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.